بسم الله الرحمن الرحيم. يسعد أوقاتكم بكل خير وأهلا وسهلا فيكم بقناتي إيما داري. اليوم وصفتنا هي الدجاج البروستد مع سلطة الكولسلو. رح أعمل هاي الوصفة قدامكم خطوة بخطوة. ما رح استعمل طحين بهاي الوصفة، بس رح استعمل خلطة كثير طيبة من اختراعي، هي من تشكيلة بهارات كثير طيبة مناسبة لهيك وصفة. أنا للأمانة عملت أكتر من طريقة للدجاج البروستد ونزلتهم على قناتي، ولكن أولادي أكتر شي حبوا هاي الطريقة. حبيت أصور الفيديو لحتى تعمل فائدة للجميع. شوفوا ما شاء الله كتير مقرمشة من برا ومن جوا كتير طرية. تابعوا معي الفيديو للأخير لحتى تشوفوا طريقة العمل. عندي هون بزبدية كبيرة رح أضيف تقريبا كوب وربع من النشا، رح أضيف هلا بهارات الخضار، كركم، بابريكا، بصل بودرة، ثوم بودرة، فلفلة حمراء وملح. طبعا معلقة كبيرة من كل شيء إلا الكركم معلقة صغيرة. رح أضيف كمان الفلفل الأسود، أنا بطحنه فريش، مع معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هلا بخلط المواد هاي كلها مع بعضها. عندي هون كمية تقريبا 2 كيلو من الدجاج، أنا غسلتهم بخل وملح وصفيتهم من المي. يفضل الدجاج يكون حجمه صغير لحتى ما ياخد وقت طويل بالوقت القلي. رح أضيف عليهم الخلطة اللي عملناها مع بعض شوي شوي، ورح أحاول أغلف كل قطع الدجاج بهذا الخليط. هلا هون أنا غلفت كل قطع الدجاج بهذا الشكل مثل ما عم تشوفوا. هلا هون رح أنزل قطع الدجاج بزيت غزير على النار. طبعا ما بكتر، تقريبا حسب المقلاية، حجم المقلاية اللي رح تقولوا فيها. رح أخلي الدجاج ياخد هيك تحميرة خفيفة بهذا الشكل. رح أقلبهم لحتى أتأكد أنه أخذوا التحميرة المضبوطة. بعدين رح غطي المقلاية بهذا الشكل، رح أوطي النار لحتى تستوي قطع الدجاج عندي بالكامل وما تضل نية من جوا. طبعا بهاي الحالة ممكن تستعملوا قلاية الكهرباء، كتير بتريحكم بالشغل. بنفس الطريقة تعملوها، بيكون الزيت غزير والحرارة عالية، وبعدين بعد ما تاخد التحميرة الخفيفة توطوا النار لحتى تستوي على الأخير. هلا هون استوت عندي كل قطع الدجاج. رح أشيلهم على ورق المطبخ. شوفوا ما شاء الله القرشة واللون. طبعا أخذنا هذا اللون الحلو من معلقة الكركم والبابريكا. هذا الخليط مع بعض بيعطي هاي النتيجة. ما شاء الله عن جد وصفة تستحق التجربة. رح أرفعهم هيك على ورق المطبخ. ريحتهم بتشهي ومنظرهم كمان بشهي ما شاء الله. هلا رح أكمل الباقي كله بنفس الطريقة. عندي هون لتحضير سلطة الكولسلو رح أضيف تقريبا 4 معالق من المايونيز، عليهم معلقتين من السكر، معلقتين كبار من الخل، أي نوع خل متوفر عندكم بالبيت بيمشي الحال، ومعلقتين كبار من زيت الزيتون. عندي هون رشة من الملح. رح أمزج المكونات كلها مع بعضها. هون عندي بصل بودرة، رح أضيف كمان معلقة صغيرة يعطيها طعمة كتير طيبة. وفي ناس بتفضل تحط بصل فريش كمان طيب فيه، وفي ناس بتحب تحط ثوم، حسب انتو الذوق الشخصي.
راح نزل عليهم تقريبا 2 كوب من الملفوف، أنا فرمتهم بهذا الشكل، وعليهم 1 كوب من الجزر. طبعا كمية الجزر لازم تكون أقل من كمية الملفوف. راح أدمج المكونات كلها مع بعضها. سلطة كتير طيبة جنب البروستد، جربوها. هلا هيك صارت عندي سلطة جاهزة. طبعا أنا كمان حطيت عصرة ليمون رشة من الفلفل الأسود، بس الكاميرا ما كانت عم تصور، فهي أنا رح أترك لكم مقادير هاي السلطة والدجاج البروستد بصندوق الوصف. هلا هيك بحطه بصحن للتقديم وبيكون جاهز. طبعا هاي الأنواع من الأكلات الكبار بيحبوها قبل الصغار، فمشان هيك يعني أكل البيت بيضلوا أنظف وأطيب. قدمت دجاج البروستد مع البطاطا المقلية وسلطة الكول سلو مع سلطة خيار بلبن أو التاسيكي مع البصل الأخضر، تبلته كمان بمعلقة من الثوم ومعلقة من الفليفلة الحدة. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة، والسلام عليكم.